ازيكم يا رجاله، عاملين ايه؟ الاخبار؟ كنت محمد سامي اسيستنت. النهارده هكلمكم عن حاجه اسمها برين فوج. يا عبد الرحمن النطق الغريب دوت. مش عارف ايه الهبل اللي انا عملته ده، بس تمام. برين فوج. قشطه يا رجاله. البرين فوج ده يا استاذي آه... عباره عن ايه؟ الاتي: واحد بيجيله اكتئاب. حد استغرب دلوقتي، فاهم؟ بيحاول يكون حاجه جوه دماغه، كونها يا صاحبي بس كمل معايا. بيجيله اكتئاب، بيتضغط قوي، بيتشتت قوي، كل الحاجات اللي هي فيها كده دي. فحد بقى هو بيسمع دلوقتي وانا بتكلم: اكتئاب قوي، ماشي. بيتشتت قوي، ماشي. بيتضغط قوي، ماشي. ايه ده؟ انت بتوصف طالب ثانويه عامه ولا ايه؟ اه يابا. برين فوج دوت حاجه بتخليك ما تعرفش تركز. حاجه يعني من الاخر كده معناها اصلا فوج دوت اللي هو اسمه ايه، الشبوره كده. فانت بيبقى عندك شبوره جوه دماغك، ما تبقاش عارف تركز. بتتفرج على حاجه مثلا، تلاقي نفسك في حته تانية اصلا، فاهمني؟ فدي حاجه اسمها برين فوج. الحاجه ديت هل هي متعارف عليها ان هي تحصل للناس اللي في ثانويه عامه؟ لا، لا خالص، ولكن هي ممكن تيجي، فاهمني؟ ولازم انت تعرف تفرق ما بين هو انا جالي حته البرين فوج ديت ولا لا، وازاي اعالجها اللي انا هقوله دلوقتي، ولا ما جاتليش وانا اصلا عادي اللي هو مش عارف اركز عادي. لان خد بالك، كل الناس اللي في ثانويه عامه بيجي لهم فترات ما بيعرفوش يركزوا. بس ايه الفرق ما بين كده وكده؟ فاهمني؟ الفرق يا صاحبي ان انت هتحس. يعني انا مثلا اقول لك على حاجه. لما انا يعني انا من الاخر عرفت الموضوع ده، مع واحد صاحبي جه يكلمني، فهو بيقول لي انا حاسس ان انا جالي الكذا ده، البرين فوج يعني. قلت له ايوه عادي يا اسطى، ما انت ممكن تكون مش مركز عادي. قال لي لا، انا لما حسيت بحاجه دخلت عملت سيرش على النت. يعني هو حس بحاجه مختلفه، هو اصلا خلص ثانويه عامه، فاهم؟ هو في جامعه دلوقتي، وهو عمره ما حس بالاحساس ده جوه ثانويه عامه. هو لما حس بحاجه جديده دخل وعمل سيرش بقى، وحس انه لا فعلا هو حوار البين فوج ده، عشان هو ضغط على نفسه قوي. فاهمني يا صاحبي؟ فانت لازم تفرق. انت هتحس فعلا ان في فرق، لا في حاجه غريبه، فاهمني؟ مش عارف اركز بس. وساعتها هتعمل ايه بقى؟ لما دخلت بقى على النت على حوار البرين فوج دوت، لقيت بقى ان انت تنام وترتاح ومش عارف تعمل ايه وما تضغطش نفسك واخرج الكلام العبيط اللي على النت دوت، فاهمني؟ بس اظن انت ايه، فاهم كده كده هتعمل ايه. ان طبعا تاخد راحه وتركلس كده. بس انا ايه، حبيت ان انا اشارككم الموضوع ده، بس بحيث لما واحد يضغط نفسه قوي، واحد يعني من الناس المحترمه اللي انا بقدرها طبعا، يضغط نفسه قوي قوي قوي، وفجاه يلاقي نفسه، فاهم؟ جاب جاز من الاخر، مش عارف يتعامل عادي. فاهمني؟ ده الطبيعي ولازم ترتاح، فاهمني؟ مع اني ما بحبش الكلام ده، فاهم؟ ودايما بقول لك موت نفسك، بس ايه، لازم تبقى برضه عارف الفرق ما بين الحقيقه والخيال. ماشي يا رجاله، سلام.